انا عايز اشكر كل اللي بذل مجهود وعمل بيجز على الفيسبوك ليا. بس بصراحة الموضوع مش عاجبني، لانه ما يبقاش فيه مصابين وشهداء وموقعة، ولسه في بلطجية لسه هاجمين على الميدان، وفي 103 مصاب، ولاقي الناس كلها قاعدة بتتكلم على احمد حرارة دخل المستشفى، احمد حرارة خرج من المستشفى. في اولويات تانية، في مصابين غيري موجودين في مستشفى المنيرة، في مصابين غيري موجودين في مستشفى القصر العيني، وعدد كبير. فأنا شاكر ليكم جدا، ويا ريت تركزوا في الميدان وعلى القضية أكتر. وده ينقلني على النقطة الثانية، إنه أنا الناس بتتكلم معايا بشكل مستمر بقالها أسبوع على موضوع إنه أنا أبقى الممثل الرسمي. انا خوفي من الموضوع ده انه برضو شخصنة الميدان ما ينفعش يتشخصن، ما ينفعش يبقى واحد. احنا الكتير قوي اللي قاعدين، اللي بيوصل عددنا في ال4 مليون ساعات وال1000 واحد، بس بقية الناس كلها واحد. يعني ده الميدان، فما ينفعش يبقى فيه واحد بس هو المتحدث او اللي بيتكلم باسم الميدان. لا، اللي انا متعود عليه في الميدان دايما كان بيحصل انه من كل خيمة ومن كل مجموعة بيترشح واحد منهم، عارفين ان هو عنده رؤية وبيعرف يتكلم، ان من كل مجموعة موجودة وكل حركة موجودة من كل الناس بنجتمع كلنا. وتقريبا كنا دايما بنجتمع عند تمثال عمر مكرم، نجتمع ونقرر احنا هنعمل ايه. ليه فجأة الموضوع بقى لا حرارة؟ يعني ما ينفعش. احنا قوتنا بينا احنا كلنا، مش بشخص. انا خوفي من لو انا بقيت لو انا بقيت متحدث تتشوه صوتي، ده يتعمل بمنتهى البساطة، لان انا ماشي براحتي وعلى طبيعتي وبعمل كل اللي انا عايزه. انا خوفي انه يرجع على الميدان بالسلب، ودي حاجة انا مستحيل اشارك فيها. وبصراحة الحاجة اللي بجد هي الموضوع، هو انه انا اصلا امكانياتي وقدراتي واخري اقف على الرصيف احتاج، اكبر من كده مش هعرف اعمل. وربنا وفقنا في اللي احنا بنعمل فيه، في اللي احنا فيه، ويا ريت ما ننساش قضيتنا ان احنا واقفين عشان خاطر المجلس يمشي ونجيب مجلس سياسي مدني. يا ريت نهتم بده، ونجيش نهتم بشوية تفاصيل صغيرة ملهاش اي لازمة.